السلام عليكم. احنا بقى عملنا مع بعض ال HTML وال CSS، لكن دلوقتي هنبدأ مرحلة مهمة جدا وهي responsive design. يعني ايه responsive؟ يعني الموقع يغير شكله وحجمه تلقائي على حسب حجم الشاشة اللي بيتفتح عليها. يلا بينا نبدأ. اول حاجة بقى هنكتب at media max width 768 بكسل. هنا بنقول للمتصفح نفذ الكلام اللي جاي ده لو عرض الشاشة أقل من أو يساوي 768 بكسل، وده غالبا بيكون مقاس التابلت أو الشاشات الصغيرة شوية. يعني أول ما الشاشة تصغر يبدأ يغير شوية حاجات كده في التصميم عشان يبقى مناسب. بعد كده بقى جوه الميديا كويري وبدأنا نعدل العناصر. أول حاجة البادي بادن، يعني سيب مسافة داخلية حوالين الصفحة كلها بمقدار 15 بكسل. ليه عملنا كده؟ علشان لما الشاشة تصغر المحتوى ما يلزقش في أطراف الموبايل أو التابلت ويبقى شكله كده مترتب وفيه كده مساحة. ال Align Items Flex Start، فاكرين إن البادي عندنا كان Align Items Center، وده كان بيخلي المحتوى في نص الشاشة بالطول. لكن في الشاشات الصغيرة لو فضل في النص ممكن جزء من المحتوى يختفي أو المستخدم يضطر يعمل سكرول بشكل كده غريب، فاحنا غيرناها لفليكس ستارت، يعني يبدأ من فوق بدل النص، وده الطبيعي في الموبايلات. بعد كده الكونتينر ماكس ويدث 100% والبادن 22 بكسل. ماكس ويدث يعني اسمح للكونتينر ياخد عرض الشاشة كله لو احتاج، لكن قبل كده كان عندنا ماكس ويدث 420 بكسل وده مناسب للكمبيوتر، لكن التابلت محتاج يتمدد اكتر شوية عشان الشكل يبقى مناسب. بادن بقى 22 بكسل، قللنا البادن شوية. ليه؟ علشان الشاشة بقت اصغر، فلو فضلنا بمسافات كبيرة المحتوى هيضيق كده جدا من جوه. بعد كده التوب سيكشن H1 فونت سايز 28 بكسل، صغرنا الحجم العنوان الرئيسي. بعدها بقى الباراجراف، صغرنا حجم الباراجراف شوية عشان الكلام يبقى متناسق مع حجم الشاشة. بعد كده الانبوت، قللنا البادن بتاع الانبوت، البادن 14 بكسل، يعني ارتفاع مربع الادخال صغر شوية، وده علشان يناسب التابلت وما يبقاش العنصر كده ضخم زيادة. بعدها بقى ال H4 الرقم اللي بيظهر عدد التاسكات، قللنا حجمه من المقاس الكبير لمقاس أصغر عشان كل العناصر تفضل متناسقة. آخر حاجة بقى التاسك تكست فونت سايز 15 بكسل، صغرنا حجم النص علشان النص الطويل يفضل شكله كده مرتب وما يكسرش التصميم بسهولة على الشاشات الصغيرة. هنا بقى احنا بنقول لو الشاشة بقت صغيرة جدا زي الموبايلات غير شوية حاجات كده عشان التصميم يفضل مترتب. هات ميديا ماكس ويدث 500 بكسل، يعني لو عرض الشاشة 500 بكسل أو أقل نفذ التعديلات دي، وده مقاس أغلب الموبايلات تقريبا. اول حاجة بقى البادي بادن 10 بكسل، يعني سيب مسافة داخلية حوالين الصفحة كلها 10 بكسل، يعني بدل ما العنصر ياخد مساحة كبيرة من الفراغات نوفر مساحة للمحتوى نفسه. Align Items Flex Start، هنا بنخلي المحتوى يبدأ من فوق. ليه؟ لأن في الموبايل المستخدم متعود يشوف المحتوى يبدأ من أعلى الشاشة وينزل كده سكرول لتحت. لو فضلنا مستخدمين Align Items Center المحتوى ممكن ينزل لتحت شوية بشكل كده مش كويس. بعد كده الكونتينر الويدث 100%، يعني خلي الكونتينر ياخد عرض الشاشة كله عشان الموبايل صغير، فاحنا محتاجين نستغل كل المساحة المتاحة. بادن بقى 18 بكسل، قللنا البادن الداخلي يعني المسافات جوه الصندوق صغرت شوية، ده عشان المحتوى يبقى واخد مساحة أكبر بدل الفراغات. border radius 20 بكسل، صغرنا الحواف الدائرية شوية علشان العنصر نفسه بقى أصغر، فلو فضل البوردر راديوس كبير قوي ممكن الشكل يبقى مبالغ فيه يعني. بعد كده التوب سيكشن خلينا فيه مسافة تحت الجزء العلوي عشان العنوان ما يلزقش في الانبوت ويكون فيه راحة كده في التصميم. التوب سيكشن بقى ال H1 العنوان الرئيسي ده صغرنا الخط ليه؟ علشان الموبايل عرضه صغير، فالعنوان الكبير ممكن ياخد سطرين أو يبوظ شكل الصفحة. الباراجراف بقى فونت سايز، صغرنا حجم الكلام لاين هايت 1.5، دي بقى مهمة جدا، يعني المسافة بين سطور الكلام كل ما الرقم يزيد المسافة بين السطور تكبر. طيب ليه احنا استخدمناه هنا؟ عشان لو الكلام نزل اكتر من سطر يفضل سهل القراءة كده وما يبقاش لازق في بعض. الانبوت سيكشن بقى جاب، يعني المسافة بين العناصر، هنا عندنا الانبوت والبادن قللنا المسافة بينهم عشان يناسبوا عرض الموبايل. الانبوت نفسه بقى بادن 13 بكسل، صغرنا ارتفاع الانبوت شوية. فونت سايز 14 بكسل، صغرنا حجم الكتابة عشان العنصر كله يصغر بشكل كده متناسق. الزرار بقى اللي هو البادن الويدث 48 بكسل، حددنا عرض الزرار
من هايت 48 بكسل، دي بقى مهمة جدا. يعني حتى لو الشاشة صغيرة جدا الزرار ما يصغرش اقل من 48 بكسل. ليه؟ علشان المستخدم يقدر يضغط عليه بسهولة. فونت سايز 16 بكسل، صغرنا حجم الايقونة شوية ان هي مش ظاهرة عشان انا قافلة النت. التاسك انفو بقى قللنا المسافة بين الانفو بوكسز بالجاب 10 بكسل. انفو بوكس اتش 4 بقى الرقم ده صغرنا الارقام عشان تبقى مناسبة كده للموبايل. ال اي بادن صغرنا حجم التاسك نفسه. بوردر راديوس صغرنا الحواف الدائرية عشان تناسب الحجم الاصغر. التاسك تكست هنا بقى صغرنا الخط شوية. الفونت سايز 14 بكسل. عنوان بقى السكشن اتش 3 التوداي والكومبليتد صغرناهم عشان يبقوا كده متناسقين مع باقي الصفحة. دلوقتي بقى هنعمل ريسبونسيف للشاشات الصغيرة جدا، يعني موبايلات قديمة او شاشة ضيقة جدا. يعني لو عرض الشاشة 360 بكسل او اقل نفذ التعديلات دي. كل حاجة بادن 6 بكسل، دي بقى للبادي، يعني سيب مسافة بسيطة جدا حوالين الصفحة. ليه؟ لان الشاشة هنا ضيقة جدا، فاحنا محتاجين نوفر اكبر مساحة ممكنة للمحتوى نفسه. لو سيبنا بادن كبير المحتوى هيبقى لازق جدا في بعض. بعد كده بقى الكونتينر بادن 14 بكسل، قللنا المسافات الداخلية اكتر عشان عناصر تدخل كده كويس وما يبقاش فيه كده فراغات كبيرة تاكل مساحة الشاشة. بوردر راديوس 16 بكسل، صغرنا الحواف الدائرية. ليه؟ لان العنصر نفسه بقى اصغر، فالحواف الكبيرة ممكن تبقى مبالغ فيها. العنوان الرئيسي توب سيكشن H1 صغرنا العنوان اكتر من الموبايل العادي. ليه؟ عشان ما ينزلش سطرين وما ياخدش مساحة كبيرة، خصوصا ان الشاشة دي صغيرة. الباراجراف بقى صغرنا الكلام الوصفي. ليه؟ عشان يبقى متناسق مع باقي العناصر الصغيرة. الانبوت سيكشن هيبقى جاب 6 بكسل، قللنا المسافة بين الانبوت والزرار علشان الشاشة ضيقة فكل بكسل بيفرق. الانبوت بقى بادن 10 بكسل، صغرنا ارتفاع مربع الادخال شوية علشان العنصر ما يبقاش ضخم على شاشة كبيرة. فونت سايز 13 بكسل، صغرنا حجم الخط. البادن بقى ويدث 42 بكسل، صغرنا عرض الزرار عشان يناسب الشاشة الصغيرة. من ويدث 42 بكسل، يعني الزرار ما يصغرش اقل من كده علشان يفضل سهل الضغط عليه. بوردر راديوس 12 بكسل، صغرنا الحواف الدائرية بتاعة الزرار عشان تناسب حجمه الجديد. الانفو بوكس بقى قللنا المسافات الداخلية للبوكسات عشان البوكس ما يبقاش ضخم. اتش 4 بقى اللي هو الارقام دي رقم التاسكات، صغرنا الرقم عشان يفضل متناسق مع حجم البوكس. النص بقى الصغير اللي هو باراجراف زي التاسكس والكومبليتد صغرناها عشان التصميم كله يبقى كده متناسق. كمان بقى السكشن اللي هو H3 زي التوداي والكومبليتد صغرناه لان الشاشة صغيرة جدا. بادج بقى دي اللي هي الويدث والهايت، صغرنا للدائرة اللي فيها الرقم. فونت سايز وصغرنا الرقم اللي جواه عشان يفضل مناسب كده في الدائرة. ال اي بقى صغرنا حجم عنصر التاسك نفسه عشان عدد اكبر من التاسكات بيظهر كده بشكل كويس على شاشة صغيرة. نص التاسك بقى صغرنا الخط عشان النص الطويل ده ما يكسرش التصميم وما ينزلش كده بشكل عشوائي. تشيك سيركل بقى الويدث والهايت صغرنا دائرة التشيك. فونت سايز صغرناه علامة الصح اللي جواها علشان يبقوا متناسقين مع حجم التاسك الجديد. زرار الحذف بقى ديليت باتن، صغرنا ايقونة الحذف عشان لو فضلت كبيرة ممكن تبقى اكبر من العناصر وتبوظ التنسيق. وبكده نكون خلصنا جزء responsive design، وخلينا مشروع التوتو ليست بتاعنا يشتغل بشكل كويس على الكمبيوتر والتابلت والموبايل كمان. بعد كده بقى هنبدأ نكمل جزء جافا سكريبت وهنخلي التوتو ليست يشتغل فعلا، نضيف التاسكات ونحذفها ونعمل كومبليتد للتاسك. اتمنى تكونوا استفدتم كتير واشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. سلام.